ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مطبخ وافكار سونا. في فيديو النهاردة هنخزن الجزر مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة. الجزر متوفر اليومين دول، وطبعا ما بنستغناش عنه في اغلب الاكلات، وساعات كده بيكون سعره غالي او مش متوفر. فيلا هاتوه خزنوه معايا بنفس الطريقة وبنفس الشكل، وهيفضل معاكي طول السنة كأنكم لسه جايبينه طازة. يلا بينا كده نشوف هنخزنه ازاي واحدة واحدة. يلا بينا. معايا هنا كمية من الجزر، دي كمية اللي أنا هخزنها معاكم النهاردة، وطبعا بعد كده هجيب كمية كمان وهخزنها، يعني كل ما هيبقى عندي كمية هخزنها بنفس الطريقة اللي أنا هعملها معاكم النهاردة. غسلنا الجزر كويس خالص قبل ما نشتغل فيه. تعالوا بقى أوريكم ازاي تعرفوا الجزرة المسكرة من اللي مش مسكرة. تمام. طيب معايا هنا الجزراية الصغيرة دي لونها فاتح وكمان كده مدببة من فوق زي القلم، لكن دي معناها إن هي مش مسكرة خالص. لكن الجزرية المسكرة شايفين عاملة إزاي؟ بتلاقي فيها كده من فوق مش مرفوعة كده واحدة مدببة، لأ بتلاقيها مقعرة كده مدورة. شايفين الفرق بين الاتنين؟ اللي هي مدببة دي عاملة زي سن القلم، دي بتكون مش مسكرة. لكن التانية اللي هي مدورة كده دي بتكون مسكرة وحلوة جدا جدا. وكمان اللون بيكون لونها كده اورنج غامق، لكن التانية بيكون لونها فاتح شوية. ده الفرق بين الاتنين. قولوا لي بقى لو كنتم تعرفوا المعلومة دي والّا ما تعرفوهاش. شايفين كده دي مدوّرة من فوق أهي، دي بتكون تسكيرتها حلوة جدًا وكمان طعمها بيبقى حلو خالص. لكن التانية اللي هي مدببة دي يعني زي سن القلم كده، دي بتكون ما فيهاش أي تسكيرة، يعني ما بتكونش محلية بالمعنى اللي إحنا عارفينه. خلاص. طيب أنا الجزر هنا غسلاه بالفرشة كويس خالص يعني نضيف جدًا. حابين بقى تقشروه تمام، حابين تقطعوه على طول من غير تقشير طالما نضيف وأنتم غاسلينه برضه تمام، اللي يريحكم. أنا الصراحة هنا هاعمل شوية مقشرين وشوية مش مقشرين، لأن لو قشرته كده باهدر منه كتير وهو كده نضيف، فمش مستاهل إن هو يتقشر. شيلنا المنطقة اللي من فوق والمنطقة اللي من تحت مكان الجذر، وبعد كده هابدأ أقطّع. ده أول شكل معايا هاعمله في التخزين. شايفين الجزراية من كتر التسكير اللي فيها بتتقطع قطعة لواحدة كده، بتتكسر لوحدها. طعمها بالأمانة كده خطير. هاقطّع أول حاجة كده الجزراية بالطول، وبعد كده هاعملها شرايح برضه بالطول، وهاعملها مكعبات صغيرة بالشكل ده. دي طبعًا أول شكل في التخزين بتاعي بنستعملها لو أنتِ مثلًا هتعملي خضار مشكل، بسلة. وأنا باخزّن الجزر مع البسلة بنفس طريقة البسلة، باخزّنهم الاتنين مع بعض، وعملتهم معاكم قبل كده، هاسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. ده كان أول شكل معايا اللي هو المكعبات الصغيرة زي ما قُلت لكم، بتنفع في الخضار المشكل، كمان بتنفع لو أنتِ هتحطيها كده وسط مخلل، كمان في تورلي، يعني هتستخدموها زي ما أنتم عايزين بنفس الشكل كده. تاني شكل معايا برضه بامسك الجزرية شايفين هي نضيفة إزاي، مش محتاجة والله تتقشر. هاقشرها بالشكل ده، وهاعمل تاني شكل معايا برضه بعد ما قشرناها هنشيل المنطقة اللي من فوق واللي من تحت، وبعد كده هابتدي أقطعها كده حلقات أو ترانشات بالشكل اللي انتوا شايفينه. دي كده باستعملها في إيه، بنستعملها لو صينية في الفرن، كمان بنستعملها لو في شوربة، بنستعملها كمان مع العدس، شوربة العدس، يعني مع أي خضار أنتِ حابة تحطي فيه جزر كده هتحطيه، كمان مع فراخ مشوية في الفرن، مع أسماك، يعني اللي أنتم حابينه، هتلاقوه وقت ما هتحتاجوها حلقات كده هتلاقوها. لو أنتِ مش عايزة تقشريه بالمبشرة عشان ما يهدرش معاكِ كتير، ممكن كده تكحتيه بالسكينة، شايفين؟ المكان اللي مش نضيف كده تاخديه كده كحت بالسكينة، ده برضه مش هيهدر معاكِ كمية كبيرة. فالطريقة اللي تعجبكم اشتغلوا بيها، سواء تقشروه بالمقشرة بالسكينة ما تقشروهوش خالص طالما غاسلينه كويس، يعني اللي يريحكم. تالت شكل معايا في التخزين اللي هو المبشور، أنا هابشر كمية كده بالمبشرة. طبعًا المبشور ده بينفع خالص في السلطات، في تتبيلات الأسماك، كمان في تتبيلات مشاوي، كمان كده لو هتعملي مخللات في وقت ما عندكيش جزر مبشور هتطلعيه وهتستعمليه في المخلل. يعني أنا الصراحة ما باستغناش عن ال3 طرق دول في التخزين. رابع شكل معانا في التخزين إن أنا بانجّي كده الجزراية الصغيرة أو المتوسطة باخلّيها سايحة زي ما هي. دي بقى لو أنت حاباها تشويها للشوي، كمان في شوربة اللحمة، شوربة فراخ، شوربة أي طيور، ومحتاجة تحطي فيها جزر هتطلعيها كده وتحطيها في الشوربة. كمان ممكن تشيليها كده زي ما هي وتقطعيها وقت ما تحتاجيها على طول وهي مجمدة هتستعمليها. الطويلة باقطعها كده نصين أو 3، والصغيرة باسيبها زي ما هي.
أنا هاخزّن كل الكمية كده بنفس الشكل، بالأربع أشكال دول اللي أنتم شايفينهم قدامكم، الكبيرة الصغيرة بالشكل ده صحيحة، والترانشات والمبشور، فأنا هاعمل كل الكمية دي وهنرجع مع بعض. أنا قطّعت كمية أهو ترانشات مدوّرة كده زي ما قُلت لكم، دي لجميع الصواني في الفرن لو أنتم حابينها أو المشاوي، ودي كمان الخضار المشكّل والتورلي والبسلة، زي ما أنتم حابين هتستعملوا وتقطّعوا الجزر بالطريقة اللي أنتم بتفضّلوها. ده المبشور للمخلّلات والسلطات وكمان للأسماك، وده كمان الصحيح للشوربة، زي ما أنا قُلت لكم كمان هتطلّعوها كده صحيحة وتستعملوها سواء تبشروها أو تقطّعوها. ومعايا كمان ممكن تخزّنوه بنفس شكله كده، ما تقطّعوش منّه أي حاجة، ولمّا تطلّعوه وهو مجمّد تقطّعوه تشتغلوا فيه على طول، يعني ليكم حرية الاختيارات. طيب أنا مش هاسلقه في مَيّة ولا هاعمله على بخار، أنا بالأمانة هاخزّنه زي ما هو كده، بيفضل معايا طول السنة، والطريقة دي أنا مُعتمداها من سنين، بس على شرط يفضل على طول في درجة تبريد واحدة، يعني مش تفصلي عليه يفُك ويرجع تجمّديه لأ، هتحطيه مجمّد تطلّعيه على طول وقت الاستعمال وهو مجمّد زي ما هو وتستعمليه، ما تسيبيهوش لمّا يفُك. شايفين؟ أدي هنا خزّنا أول كيس معايا، بافتح الكيس وهو عند الفريزر، باخد اللي أنا محتاجاه منه وباقفل الكيس تاني. حابة بقى في علب صغيرة تعملي كمية على قد الطبخة بتاعتِك تمام، حابة تحطيهم كلّهم كده في علبة واحدة وتاخدي منهم وتسيبي الباقي في الفريزر برضه تمام، اللي يريحِك. أنا حطيتهم في أكياس بالشكل ده زي ما إحنا متفقين، بنلف الكيس كده عشان نطلّع منه الهوا ونربطه، وبعد كده نرجع نفكه، بتلاقوا ما فيش أي هوا جوّه الكيس. يعني طريقة سهلة جدًا ومضمونة واعملوها، هيفضل معاكم الجزر طول السنة زي ما هو كأنكم لسه جايبينه طازة. أنا خزنت كل الكمية أهو، دول اللي هو ترانشات أنا هاعملهم على كيسين، وزي ما أنا قُلت لكم دي كمية خزنتها وهاجيب كمان عليها كمية تاني، فاعملوا الطريقة دي في التخزين بالأمانة حلوة جدًا، جدًا. اعملوها وجربوها، ممكن تجربيها في كمية قليلة ولو عجبتِك كمّلي. أنا ولا باغليه في مَيّة ولا كمان باعمله على بخار، دي الطريقة اللي أنا معتمداها من سنين. بنلف الكيس كده نطلّع منه الهوا بعد ما بنعبيه، وبعد كده بنرجع نفكه بيطلع منه الهوا نهائي. أدي كمان أهو كيس معايا. هنيجي بقى هنا عند المبشور نفس الحكاية، ممكن تحطيه في علبة أو تحطيه في أكياس، والمبشور ده بالأمانة كده مسعف بالنسبة لي في أغلب الوصفات، يعني الجزر ما بنستغناش عنه في أغلب الوصفات والأكلات، فلو خزنتيه بالطريقة دي هيفضل متوفر عندك. الجزر المبشور ده أنا بستغله في المخللات أكتر فترة، لأن ساعات بيبقى عندنا مخللات وما فيش جزر متوفر في السوق أو بيبقى موجود وغالي، فلما بيبقى عندي في الفريزر بطلعه على طول كده واستعمله كأني لسه جايباه طازة بالظبط، ولا بيغيّر لون ولا بيغيّر طعم ولا شكله يعني بيبقى دبلان ولا أي حاجة، طول ما أنتِ بتستعمليه صح هيفضل معاكِ طول السنة كده طازة. لازم عند الاستعمال زي ما قُلنا نطلّع من الفريزر على طول يكون مجمد ونستعمله. تمام، امشي على الوصفة هتطلع معاكِ ناجحة. خلّصت كل الكمية وخزّناها كده بنفس الشكل، وأنا خزّنت معاكم جزر البسلة قبل كده، جزر البسلة باخزّنه مع البسلة، لو حابة تخزّنيه لوحده كده تمام، هتعمليه مع البسلة تمام. هاسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. الجزر متوفر اليومين دول، بنستخدمه في أغلب العصائر، كمان نعمله مربى، أنا عملت معاكم كذا نوع عصير وعملنا المربى مع بعض وخزّناه مع بعض، كل الفيديوهات هتلاقوها موجودة على القناة. أشوفكم على خير. باي باي.